السلام عليكم. إدارة النادي الأهلي عملت اللي عليها وجابت لعيبة سوبر ومدرب أجنبي، والنهارده أول ماتش في الدوري ومستنيين بقى المتعة والتكتيك العالي وفرق السكور الكبير، ولكن اللي حصل العكس تماما. فأول ماتش في الدوري الأهلي بيتعادل مع مودرن بهدفين لكل منهما، وده بسبب ريبيرو ومن رأيي الشخصي مصطفى شوبير. ولكن في وسط السلبيات دي في شيء إيجابي حلو قوي خرجنا بيه من الماتش. طيب ليه الأهلي تعادل وبالشكل السيء ده؟ وليه مصطفى شوبير كان سبب كبير في التعادل ده؟ ده اللي هنعرفه النهارده. اسم علاء محمد ويلا نبدأ. اول سبب في التعادل والاداء السيء ده هو التشكيل، وده سببه المدرب. ومبدئيا كده فكره انه لسه مدرب جديد بقى ولسه ما يعرفش طبيعه الدوري وان هيقابل 90% من فرق الدوري بتلعب بالشكل ده، فدي برضو غلطة المدرب. الطبيعي انه يسأل على طبيعة الدوري المصري وطبيعة الفرق اللي هيقابلها، علشان يعرف ان معظم الفرق اللي هيقابلها تلعب على التكتل الدفاعي والهجمة المرتدة. طيب مبدئيا كده انا علشان خاطر افك التكتل الدفاعي ده المفروض انا كمدرب اعمل ايه؟ اول حاجة الوينجات بتاعتي لازم يكون عندها مهارات وحلول في المواقف دي، وهنا دور طبعا اشرف بن شرقي في الماتش او في الماتشات دي بالذات ما ينفعش ان هو يركن. وده مش معناه ان انا اقعد تريزيجيه، لا، انا ممكن استخدم تريزيجيه رقم 10 جنب بن رمضان. كمان الاداء لازم يبقى رتمه سريع ويكون في تحركات كتير من غير كوره. تاني سبب هو عدم وجود لاعب في نص الملعب يربط ما بين الدفاع والهجوم، والحته دي كان بيعملها بشكل كويس قوي امام ربنا يشفيه. بس بنفس الوقت انا النهارده موجود معايا محمد بن رمضان يقدر يعمل الحته دي بشكل كويس قوي، فكان لازم ان انا استخدم امكانياته واستغل المهارات اللي عنده ان هو يربط ما بين الدفاع والهجوم. الموضوع وصل ان في كرات كتير قوي زيزو وتريزيجيه كانوا بينزلوا لحد تحت نص الملعب علشان خاطر ما كانش فيه حاجه بتوصل اصلا. ثالث سبب هو عدم وجود خط نص بيقدر يفسد الهجمات ويقطع الكوره في المرتدات اللي بتتلعب علينا، ومفيش حد احسن من ديانج بيعمل الحته دي. ديانج بيقدر يغطي ما شاء الله مساحات كبيره في الملعب وبيعرف يفسد هجمات الخصم بشكل كويس قوي. يا سيدي حتى لو انت مختلف معاه في الحته الهجوميه ده كفايه قوي ان انا استفيد ببقيه امكانياته. فديانج ما كانش لازم يركن سواء في الماتش ده او في المرحله اللي جايه. مروان عطيه النهارده اثر بشكل كبير. زيزو سلاح قوي لازم تستخدمه في الكرات الثابته. النهارده الهدفين من 2 اسيست بسبب زيزو. الدفاع في الكرات الثابته ضعيف جدا لدرجه ان علي الفيل في الجون اللي جابه تقريبا كان طالع لوحده. لما بنفقد الكوره لازم تحولاتك الدفاعيه تكون اسرع من كده. بعيد عن الماتش انا مستغرب جدا من مبادله محمد شكري بالدبيس. ما عنديش مشكله ان انت تجيب شكري، لكن ابدا الدبيس ده ما كانش ينفع يمشي. طيب ازاي شوبير شارك في التعادل ده؟ ارجع كده لكوره الهدف اللي سجله حسام حسن. مصطفى شوبير معاه الكوره وزميله اللي اتبصله الكوره ده اصلا ظهره كان للملعب وكان مضغوط عليه، والناحيه الثانيه كان في محمد هاني كان فاضي خالص، كان تقريبا واقف في فدان لوحده. فحتى يا مصطفى لو انت مش هتطفش الكوره الطبيعي كنت انت تبص على اقرب لاعب او اللاعب اللي يكون فاضي وتلعبها له، واللاعب ده كان محمد هاني. وانا هنا مش بحمل مصطفى شوبير المسؤوليه كامله، ولكن الهدف ده كان سبب كبير ان احنا تعادلنا وخسرنا نقطتين مهمين قوي، خاصة ان هم لسه في اول الدوري. طيب ايه هو الشيء الايجابي اللي احنا قلنا عليه؟ الشيء الايجابي هو ياسين مرعي كلنا اتفاجئنا اصلا ان هو في التشكيل الاساسي النهارده. ياسين مرعي الهجمة بتبدأ من عنده، نسبة التمرير بتاعته الصحيحة وصلت ل 92%، ودي حاجة مهمة قوي في اي مدافع. بكل جدارة فعلا يستحق رجل المباراة، والبداية بتاعته مبشرة جدا، لكن لسه برضه مش عايزين ان احنا نضغط عليه ونحكم عليه في اول ماتش، لان لسه في ماتشات جايه كتير او ماتشات اقوى من كده بكتير عايزين برضو نشوفه فيها، ونتمنى ان هو يفضل بنفس المستوى بنفس الاداء. اخيرا مش معنى ان ريبيرو كان غلط في ماتش النهارده ده معناه ان مدرب سيء، لا، لسه الحكم بدري قوي عليه، واتمنى انه يصلح من اخطائه دي علشان هو معاه سكواد فعلا يتمناه اي مدرب. ده كان فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واهم حاجه ما تنساش تدعي لاخواننا في فلسطين. صلى على حبيبك النبي. سلام.